السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده انا هعمل محشي كرنب يا فرحتي. كنا مستنيين الاكله دي من زمان. الجو ساقع بقى، والنهارده بقى احنا في طوبه عامه، يعني مش النهارده ولا امبارح. وانتوا عارفين طوبه بقى عايز المحشيات عمال على بطال كده. ان شاء الله هناكل النهارده بقى محشي كرنب كده بامر الله. عندي كرنبايه اهي، تمام. دلوقتي بقى هقطعها وانضفها وتمام كده وهسلقها على النار. وعندي الخضرة، عندي الشبت والبقدونس والكزبرة، وعندي الطماطم. انا بحب احط طماطم كده حلو كده، بحب الطماطم يعني لون المحشية تبقى حمرا حمرا كده من جوه عشان نقدر الواحد ياكلها بنفس يعني بحط لها طماطم. يعني ايه اقول لكم ايه دلوقتي هتشوف. حط لها، بخلي الصلصة بتاعتها كتير كتير كده وتبقى حمرا وحلوة. حتى بحب ان انا اقفل المحشية علشان خاطر تحتفظ بالطماطم بتاعها مع الخلطة بقى اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة والرز والكلام ده كله، تحتفظ بيها. يعني الصباع يبقى كله كده مكتوم في بعضه، تمام. دلوقتي ان شاء الله هقطع الكرنباية دي وهسلقها ونشوف هنعمل ايه تاني. قطعت البصلاية اهي، بصلتين، حطيت لهم الملح والفلفل وهحمرهم. وسايبه بصل تاني هيبقى ني اهو، هحط برضه عليه ملح وفلفل كده، تمام. واسيبه بقى منقوع كده لغايه ما اخلص بقى السليق واجي على الحشا اروح حطها مع الخلطه، تمام. بيدي طعم حلو قوي للمحشي وريحه رهيبه. وطبعا الطماطم بصفي فيها، المية اهي حطيت لها ملح وكمون علشان خاطر اسلق الكرنب. انا بحطه يا دوبك، بحطه كده ثواني واطلعه، ما بسيبوش 3-4 دقايق يعني، تمام. كل ما بتحمري في البصلايه بتدي لون حلو للصلصه، بتحمر الصلصه، فاهماني؟ يعني كل ما بتحمري في البصلايه كده بتخلي الصلصه بتاعتك حمرا، كأنك حاطالها الصلصه جاهزه من بره. كده اهو انا حمرتها حلو كده. انزل القوطه بقى، بسم الله. ان شاء الله هوطي عليها بقى النار واسيبها تتسبك كده مع نفسها قبل ما احضر بقية حاجتي. كل ما كترت القوطة في المحشي عامة بيطلع حلو، كل ما تديله كده طماطم بتطلع كده حلوة وشكلها حلو وهي حمرا كده، ما تبقاش يعني ناشفة كده، فاهماني؟ هسيبها بقى تتسبك عقبال ما اسلق بقية الكرنب. كده هحط بقى، بسم الله. انا بنزلها كده بس ما بهيبهاش خالص المية عشان ما تتهريش مني، يا دوب كده تدبل كده، انزلها على الطاسة كده واروح مطلعاها على طول. مش هسيبها بقى دقيقة بقى واتنين وتلاتة زي ما بشوف، لا. كده بقى هروح مطلعه. اظن كلنا يا بنات عارفين احنا بنطلع الورق ازاي منها. احنا بنقطع حوالين الراس كده، دي على فكرة اخر القرنبيط، اخر الكرنباية، ماشي. احنا بنحاول ان احنا نفحر عند الراس كده، وبنحاول ان احنا نطلع بقى ورقة ورقة، سهل جدا.
تطلع لوحدها دي. شايفين سهلة ازاي ما شاء الله. كده هشوح الفرخاية كده. خلاص هنزل بقى بالرز بعد ما غسلته. بسم الله بسم الله. هنزل بقى بالبصل اللي منقوع في الملح والفلفل. بسم الله. هنزل بقى بالخضرة. بسم الله. ما شاء الله بقى الريحة لسه ما استواش، الله اكبر، وريحته جميلة. وبعدين المحشي اللي انا بعمله ما بيتخنش خالص. ليه؟ علشان بحط له البصل كتير والخضرة كتير. يعني كلي منه وادعيلي. هقلبها بقى حلو كده، وهقعد احشيه. اصبع المحشي دوت، لان مش هقدر اعمله وانا واقفه كده، وارجع لكم نسويه سوا. انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وحلوين في لف المحشي احسن مني كمان. تمام. حبايبي كده لفيت اول حله دي اكلة النهارده، وعملت يعني برضو دقية كده صغيرة ان شاء الله لبكره. هنزل بقى الشوربة، مش هغطيها، يعني هخلي اخر صباع كده، يعني يعني 3/4 وبس، الربع من فوق يبقى مفيهوش شوربة. تمام. وهحط عليه طبق في الاخر كده علشان خاطر ما يتفركش معايا. بصوا كده. تمام. زي ما قلت عندي كمان عملنا منا بنتي عملت 3 بصلايات كده وحشتهم. تمام. برضه هحط لهم الشوربه بتاعتهم وهحطها على النار تستوي هي كمان. قصدي كده يعني. تمام حبايبي، كده خلصت المحشي والبصل. وعملنا كده طبق سلطة، وحمرنا الفرخية كده. ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا بقى اتغدوا معايا محشي كده، والجو ساعة هيدفينا، هيبقى تمام تمام. ما تنسونيش بقى باللايك والكومنت والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.